خلاص الدوري الانجليزي هيبدا بكره، وبالتالي عوده المتعه وعوده الفانتسي برضو. ففيديو النهارده هيكون عباره عن تشكيلتي في الفانتسي بريمير ليج، وان شاء الله بعد كل جوله هنزل فيديو انا جبت كام نقطه وترتيبي على العالم ومصر وكل ده. فيلا نبدا على طول. طيب شرح سريع بس عن الفانتسي، فهو بيبقى عباره عن ان انت بيبقى معاك 100 مليون يورو، وبتجيب اتنين حراس مرمى وخمس مدافعين وخمسه خط وسط وثلاث مهاجمين. ولو لاعب لعب اقل من 60 دقيقه فبيديك نقطه واحده، لو لاعب اكتر من 60 دقيقه بتاخد نقطتين، ولو مع حارس وطلع بكلين شيت فبياخد 4 نقط. ونفس الكلام للمدافعين. وخط الوسط بيجيب نقطه واحده بس على الكلين شيت، والمهاجم ما بيجيبش نقط اصلا. ولو مدافع جاب جون فبيجيب 6 نقط، ولو خط وسط بيجيب 5، ولو مهاجم بيجيب 4، ولو اي لاعب عمل اساسي فبيجيب 3 نقط، ولو حارس صاد ضربه جزاء فبياخد 5 نقط، ولو لاعب ضيع فبيتخصم نقطتين، ومع كل جونين بيخش في الحارس او مدافع فبيتخصم نقطه واحده، ولو لاعب خد انذار فبيتخصم نقطه واحده، لو خد طرد فبيتخصم 3 نقط، ومع كل 3 تصديات لحارس المرمى فبياخد نقطه واحده، ولو لاعب جاب جون في نفسه فبيتخصم نقطتين. طيب نفتح بقى فانتسي دلوقتي. انا بجد الشكل ده عاجبني اكتر بكتير جدا من الموسم اللي فات، ان هو يبقى الخلفيه اخضر ساده كده. فبجد الشكل ده يعني عاجبني اكتر بكتير جدا. طيب هو ده تطبيق الدوري الانجليزي نفسه، فاحنا ممكن نخش على الفانتسي. ماشي ندوس بيك تيم. ماشي نبتدي كده بحراس المرمى. برضو عايز اعرف الاسعار عشان حاسس ان الاسعار يعني عاليه جدا. اليسون ب5.5 مليون، ادريسون ب5. ماشي برضو اهم حاجه في الحراس ان انا اشوف الماتشات اللي قدامهم، عشان يبقى لو الماتشات سهله اختارهم يعني. حاسس ان اسهل واحد ممكن يطلع بكلين شيت تاني هو رامز ديل، عشان اول ماتش ضد نوتنجهام. الحارس التاني ممكن اجيب مثلا فابيانسكي او حاجه. تمام الدفاع بقى. ارنولد ب8 مليون، اغلى بكتير جدا من الموسم اللي فات. روبرتسون ب6.5 مليون. تربير مش هجيبه. اول ماتش ضد استون فيلا، بعدها ضد السيتي والليفر، فمستحيل خالص ان اجيبه يعني. ممكن اجيب جابرييل عشان هو اصلا تحسه كان مولود عايز يبقى هو مهاجم، هو بجد بيجيب اجوان بالهيد كتير جدا. فجابرييل كده، وبرده سعره مش وحش قوي، 5 مليون مش شايفها كتير عليه يعني. الحارس سوري، المدافع التاني. ممكن اجيب مثلا أو مش بعرف الطاوة قوي. ايوه هو ده. يا ابني وانا مش زعلان والله مفيش حاجه في ايه. انت فاكرني زعلان؟ المدافع ده عمل موسم ممتاز مع برايتون السيزون اللي فات، وماتشاته الجايه يعني تعتبر سهله، فيعني ممكن يعمل اسيستات، ممكن يلعب بكلين شيت، هستفاد منه ان شاء الله يعني. مش هجيب حد بصراحه من الليفر دلوقتي، عشان الماتش ضد تشيلسي في الاول، بعدها بورنموث تمام، بعدها نيوكاسل، فتشيلسي ممكن استنى عليهم شويتين يعني. الفكره ان انا مش عايز اجيب ناس كتير من ارسنال، عشان اعلى عدد ممكن اجيبه يعني من نفس الفريق هو 3 بس، فمش عايز اجيب مدافعين كتير بصراحه من ارسنال. عشان لسه عايز اجيب اوديجارد وساكا، فممكن اصلا يعني هنشوف ده كمان شويه. 2 hours later. ممكن اجيب مثلا من السيتي جون ستونز. ما هو الماتشات الجايه مش اسهل حاجه، بس هو من السيتي، يبقى ان شاء الله هيعمل حاجه كويسه يعني. مش عارف ليه حاسس ان انا عايز اجيب حد من اليونايتد، مش عارف ليه بصراحه. ممكن اجيب لوك شو، حاسه يعني اكتر مدافع بصراحه بينزل في مانشستر يونايتد، يعني اكتر مدافع بيبقى اساسي يعني. ماشي والمدافع الخامس ممكن اجيب بقى اي حد، انا كده كده مش هنزله اصلا، انا اخري في التشكيلات يعني مش بلعب بالمدافعين كتير اساسا. فمثلا ممكن اجيب مش عارف الحقيقه. ممكن اجيب، اشوف لو اجيب روميرو. لا روميرو من الماتشات الجايه مش سهل. ممكن اجيب بوتمان. هستنى عليه كام جوله كده. هشوف اصلا يعني عشان اول ماتش يعني اول 3 ماتشات ليه مش سهله قوي يعني. يعني هو السيتي والليفر وكده، فيعني ممكن هيبقى عندي، بس استنى عليه لما يبقى مثلا ماتشاته سهله او حاجه. ماشي نخش بقى في خطوط الوسط. انا اول حاجه بس هجيب راشفورد وساكا عشان نبقى ايه. دول اي جول لارسنال او اي جول لمانشستر يونايتد لازم يبقى حد من الاثنين دول موجود يعني. فتمام. وكنت برضو عايز اجيب اوديجارد، مش هينفع. طيب ماشي هبيع رامسديل واشوف هجيب مين مكانه بقى.
سانشيز كده كده اصلا راح تشيلسي، معرفش ليه يعني ما تحدثش في اللعبه. 70 years later. ماشي، ممكن في جون اجيب اونانا، مش عارف ليه يعني انا متفائل بيه، ما اعرفش ايه سر التفاؤل ده، بس انا متفائل بيه يعني. ونجيب هنا اوديجارد. دي بروين بصراحه مش هجيبه ده، ما اعرفش، ما حاسه سعره بجد عالي جدا. ممكن اجيب برونو برضو مش هينفع. خلاص ممكن استنى شويه على برونو. ممكن اجيب جريليتش. يعني كان الموسم اللي فات مش احسن حاجه مع السيتي، بس يعني سوري، يعني الموسم اللي قبل اللي فات ما كانش حلو مع السيتي، الموسم اللي فات كان كويس جدا، فما اعرفش ليه برضه متفائل بيه صلاح. طبعا هستنى عليه، يعني ممكن مش هجيبه اساسا. تمام. هجيب هنا برضه بتاع برينتفورد، ما اعرفش برضه مش بعرف انطق اسمه، بس هو متفائل بيه برضه. لا بس ثانيه واحده. ممكن اجيب بدل جريليتش ميتوما. معرفش ليه ازاي ما كنتش بفكر فيه اصلا، بس ميتوما يعني هو بجد عظيم، واول 3 ماتشات بتوعه سهلين جدا، فمتفائل بيه. وطبعا وانا مغمض اجيب هالاند في الهجوم. هشوف بقى اجيب مع مين. داروين معرفش، حاسس ان انا لو جبت داروين لازم اجيب صلاح، عشان هما الاثنين يعني لازم، لو واحد جاب جون يبقى الثاني عامل اسيست، والعكس ما هو لازم حاجه كده يعني. بس مثلا ممكن اجيب برضو فيرجسون من برايتون، عشان الماتش الجاي سهل يعني. بس انا كده حاسس ان انا تشكيلتي كلها لعيبه اساسيه يعني، فاهم؟ عايز اضحي بقى بواحد من خطوط الوسط عشان يبقى معايا فلوس اجيب واحد من الهجوم. طب بص، انا ممكن اجيب مكان فيرجسون ده نونيز، واشوف ارخص بقى مهاجم يعني. بس انا بجد ما انا كده هيبقى، طب ما ده حلو، هم مهاجمين ب4.5. انا كده بالنسبه لي التشكيله عجباني جدا الحقيقه. يعني مش شايف ان انا ممكن اظبط فيها حاجه دلوقتي، وممكن نعمل سيف. تمام كده، دي بقت تشكيلتنا. في حاجه نسيت اقولها، ان انا بيبقى في يعني خواص كده بنش بوست، يعني اللعيبه اللي على الدكه لو مثلا عملوا حاجه النقط تتحسب، عشان في العادي الدكه النقط مش بتتحسب يعني. ولو حد اساسي ما لعبش، فاول واحد على الدكه هو اللي بينزل. فبرضو يعني حاول تركز على قد ما تقدر في دي. الكابتنه بتخلي يعني مثلا لو هالاند جاب 10 نقط، فبالكابتنه هتخليه يجيب 20، عشان دي بتضرب في 2. ولو فعلت تريبل كابتن فبتحسب يعني 3 اضعاف، فمثلا لو جاب 10 نقط فبتحس ان هو جاب 30 نقطه. ولو هالاند مثلا ما لعبش، فالفايس كابتن بقى هو اللي بيتحسب له برده النقط. ولو عملت تريبل كابتن بيبقى نفس الكلام. وبرده انت لما مثلا بتبيع لعيب وبتجيب مكان واحد تاني، فاخرك يعني مره واحده بس في الجوله. ولو في جوله مثلا ما بدلتش حد، فيعني الجوله اللي بعدها بيبقى معاك تبديلين ببلاش. لو عملت اكتر من التبديلات اللي ببلاش دي، فبيتخصم من الجوله الجايه 4 نقط. بس ال4 نقط دول يعني مع كل تبديل، مثلا لو عملت 2 فبيتخصم 8 وهكذا. فالوايلد كارت دي ميزتها ان انت ممكن تغير الفرقه كلها، مفيش اي مشكله. والفري هيت نفس بالظبط الوايلد كارت، بس على قد جوله واحده بس، مش في كل الجولات. فيعني كده حاولت على قد ما اقدر ان انا الخص الفانتسي كلها. طبعا الكابتن هتبقى مع هالاند. ممكن مثلا ادي راشفورد فايس، وكده كده يعني هالاند اصلا هيلعب. فيعني مثلا الفايس ده اللي مثلا بنبقى محتارين فيه، لو الكابتن مش واثق مليون في المية ان هو هيلعب، بس هالاند ده يعني بوظ اللعب اصلا. ومثلا ممكن اخلي مين برضو، عايز اظبط ترتيب الدكه عشان لو حد من الاساسيين ما لعبش ما تسوحش يعني. فممكن بوتمان فعلا يبقى اول واحد، وبعدها مهم. انا كده بالنسبه لي تشكيلتي زي الفل يعني، ما اعتقدش ان انا ابقى محتاج فيها حاجه تاني. ودي هتبقى التشكيله اللي انا هبتدي بيها الفانتسي الموسم اللي جاي. وطبعا هتلاقي الانستا والسناب والثريدز والتيك توك في الديسكربشن برضو، ظبطوني هناك. فده كان فيديو النهارده، لو عجبك يا ريت تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل ما انزله جديد. وبس كده.